أعيد لمجلس الشعب دوره. في عام 1954 فوجئ نواب البرلمان السوري بجلوس رئيس البرلمان آنذاك الدكتور ناظم القدسي على مقاعد النواب وليس على سدة الرئاسة كالعادة وقبل أن يسألوه برر إن هذا الموقف، فتح شنطايته الزلمة وأخرج جريدة الرأي العام، ومن ثم توجه إلى النواب قائلا: أيها الزملاء، لقد وجهت لي جريدة الرأي العام تهمة مفادها أنني أمرت بفتح شارع يمر قرب قطعة أرض لي بهدف رفع سعرها، وأنا من هي اللحظة بحط حالي أمامكم موضع المتهم، وأطلب تشكيل لجنة برلمانية ترافقها لجنة فنية تذهب إلى موقع الأرض وتعاين على الطبيعة صحة هذا الاتهام. حلو. فإن ثبتت التهمة، أطلب منكم رفع الحصانة عني وتقديمي إلى محاكمة. وبالفعل فقد تشكلت لجنة وذهبت إلى الموقع المذكور وعادت بتقرير يثبت بطلان التهمة. فوقف الرئيس القدسي أمام البرلمان وأعلن قائلا: أنني أسقط حقي في إقامة دعوة على الصحفي القدير الأستاذ أحمد عسة رئيس تحرير جريدة الرأي العام، احتراما مني لحرية الصحافة وتقديرا لاهتمامه بالمصلحة العامة. خلينا اليوم نحن كسوريين نحافظ على اللبنة الأولى من هاي الديمقراطية اللي صارت عنا، اللي هي انتخاب مجلس الشعب، ويكون النقد بناء. وأتمنى الموفقية لكل النواب، وأتمنى أيضا من النواب تبادل الأدوار. مثلا محافظة حمص فيها اليوم 10 نواب، نتمنى من كل نائب أن يهتم بشأن خدمي واحد أو ملف واحد، ويتقاسموا الأدوار. مثلا واحد منهم يهتم بنظافة المدينة وجلب حاويات وتأمين عمال نظافة، والآخر يهتم بالأمور الاجتماعية، والآخر أيضا يراعي موضوع كبار السن، والآخر يهتم بقصص أجور السكن والبيوت. وفي كثير ملفات معقدة ويعاني منها السوريين. نتمنى التوفيق للجميع. هذا كان رأيي أنا، خبرني عن رأيك بالتعليقات، وتحية وإلى اللقاء.